مسألة السب والاستهزاء أجمع المسلمون قاطبة على أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بالله أو استهزأ برسوله صلى الله عليه وسلم أو بسنته أو بشيء من الثواب والعقاب إلى آخر ما هنالك، فإنه يكون بذلك إن كان مسلما يكون مرتدا غليظ الردة، وإن كان كافرا فقد غلظ كفره، وإن كان ذا عهد انتقض عهده. هذا مما أجمع عليه المسلمون، فإن الكفر دركات والعياذ بالله، ومن أشنع وأقبح تلك الدركات أن يخوض الإنسان بسب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أن يستهزئ ويسخر بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: إن ما عليه الكفار من الشرك والكفر أعظم من ذلك، فلا ينبغي أن تضخم الأمور. إن وقع من كافر شيء من السب أو السخرية، والجواب أن هذا غلط، بل السخرية أو السب لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم كفر وزيادة، وكل ما هم عليه من الكفر أو الشرك تضمنه السب وزيادة، فالأمر أقبح وأشنع. فإن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يتضمن سبا لمرسله عليه الصلاة سبحانه وتعالى وصلى الله على نبينا وسلم، لأنه ما سب لشخصه، إنما سب لأنه رسول الله. وهذا يتضمن السب لرسالته، والسب لآيات الله، والسب للتوحيد، والتزيين للشرك، فصار هذا أعظم ما يكون من الكفر. أضف إلى هذا أن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقبيحه في أعين الناس أعظم الفساد في الأرض، لأنه يتضمن الصد عن سبيل الله عز وجل وعن الوصول إلى هداه. أتعلمون علما موروثا، أتعلمون وحيا عن الله عز وجل في هذه الأرض من غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته؟ أجيبوا. فإذا حيل بين الناس وبين هذا الخير والهدى بالسخرية والاستهزاء والطعن والسب، أي فساد أعظم من هذا الفساد؟ أضف إلى هذا أن الأذى والضرر الذي يقع على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بسبه أعظم ما يكون من الأذى والضرر. وقد أبان عن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. أرأيت لو أن ميتا سب وطعن فيه، ألا يتأذى أهله ومن يلوذ به ويتضررون؟
إذن كيف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي رسولها إلى قلوبها أحب إليها من كل شيء خلا محبة الله سبحانه وتعالى، وهو المفدى بالآباء والأمهات صلى الله عليه وسلم. ألا ينال المسلمين أذى وضرر عظيم بالوقيعة في عرضه عليه الصلاة والسلام؟ بلى والله، بل كلما كان الإنسان أشد حبا واتباعا وتعزيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان الأذى والضرر الواقع عليه من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء به أعظم. فإنه لا شيء أشد تهييجا للغيظ في القلوب المؤمنة من الوقيعة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر عظيم. ولذا في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من لي بكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. آذى الله ورسوله. كعب بن الأشرف يهودي، هو في أصله كافر، لكن متى قال صلى الله عليه وسلم آذى الله ورسوله؟ لما صار يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر عظيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. شيء يؤذي الله ويؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يزعجك يا أيها المؤمن؟ شيء بهذه المثابة أيصح أن يتناوله الإنسان بأطراف أصابعه؟ لا والله، بل هذا من المقامات الإيمانية أن يشتد الأمر على المؤمن ويتغيظ قلبه ويشتد حنقه حين يتناول كافر من الكفار رسول الهدى محمدا صلى الله عليه وسلم بشيء من السب والسخرية. والله إن هذا من المقامات الإيمانية التي ينبغي أن يزل الإنسان نفسه فيها. فالأمر والله ليس سهلا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. التعزير كلمة جامعة لكل معاني نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه مما يؤذيه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا مما يجدر يا إخوته التنبيه عليه والتذكير به. وأبشروا يا أمة الإسلام، فالله سينتقم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما انتقم للأنبياء الذين استهزئ بهم من قبل، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فنحن نتربص بهؤلاء الساخرين المستهزئين الذين تناولوا العرض الشريف، نتربص أن ينتقم الله عز وجل من كل من نال عرضه الشريف صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.